أصدقائي الحلوين عاملين ايه؟ أتمنى إن شاء الله تكونوا كويسين. هنكمل في الفيديو ده برضو حتة عن الجامعات الخاصة عشان برضو الناس تبقى فاهمة الدنيا. كان في سؤال بيقول إن يعني الجامعات خارجين الجامعات الخاصة يعني ما بيلاقوش شغل زي خارجين الجامعات الحكومة أو خارجين الجامعات الحكومة بيتفضلوا عن الجامعات الخاصة. الحقيقة الكلام ده مش حقيقي في واقع العمل. أنا قلت قبل كده إن أنا خريجة جامعة خاصة، وانا كنت بشتغل في مكان احنا كل الاستاف بتاعنا كله كنا عدد يعني من البنات والولاد. كل حد فينا تقريبا كان من جامعة شكل، وكلنا كنا زي بعض وما كانش فيه اي تفرقة ما بيننا. بالعكس، التفرقة الوحيدة اللي انت بتشوفها مجهودك انت الشخصي كشطارتك. يعني انت الوحيد اللي هتثبت ان انت مميز عن باقي زمايلك في ايه، هي بشطارتك ومجهودك، مش بجامعتك، مش باسم جامعتك، مش بالرقم اللي انت دفعته في الجامعة او اسم الجامعة. بالعكس الكلام ده مش موجود على ارض الواقع. وبالعكس انت لما وكلنا طبعا كنا بنستلم تكليف وبنتجمع في التكليف كلنا في الجامعه في المستشفيات الحكوميه او في الاماكن الحكوميه، كلنا من كل جامعه مختلفه سواء خاصه او حكومه او حتى اهليه بعد كده. حتى فرص الشغل اي مكان عايز هيشغل هيفرق معاه مش انت خريج جامعه ايه، اللي هيفرق معاه انت شاطر ولا لا، والسكيلز بتاعتك اللي هتخليه يبقى مطمن ان هو شغالك في المكان بتاعه. غير كده كل الكلام ده اوهام. فما تركزوش في الكلام الشائعات دي على الفاضي اللي بتوتر الناس. انت عامل اللي عليك وذاكر كويس في الجامعه، وحتى بعد الجامعه هنكمل مذاكره وتكون على قد ما تقدر تكون متميز بعلمك مش باسم جامعتك. بس كده النهارده معلوماتنا خلصت، اشوفكم في فيديو جديد.